السلام عليكم. سألني سائل عن حكم قراءة سورة الفاتحة على روح الميت، فقلت هذا من الأفعال الممنوعة بوصفها لا باعتبار أصلها. فقال وكيف ذلك؟ قلت إن المتقرر في القواعد عند أهل السنة والجماعة أن مشروعية الشيء بأصله لا يستلزم مشروعيته بوصفه. فإذا نظرت إلى جملة قراءة الفاتحة على روح الميت وجدتها مكونة من جزئيتين: الأولى قراءة الفاتحة، ثم ضع شرطة الجزئية الثانية على روح الميت. فإذا قلنا بأن هذا الفعل بدعة فإنما نعتبره بدعة باعتبار الجزء الثاني لا باعتبار الجزء الأول. فلا يأتينا إنسان يقول انظروا إلى هؤلاء يمنعوننا من قراءة سورة الفاتحة التي هي السبع المثاني والقرآن العظيم، وقد افتتح الله عز وجل بها الصلاة، وافتتح الله عز وجل بها كتابه، وجعلها أعظم سورة في القرآن. نقول رويدك، فإن هذا الذي ذكرته إنما يدل على الجزء الأول وهو فضيلة قراءة الفاتحة، ونحن لا نناقش في الجزء الأول مطلقا، وإنما نناقشك في الجزء الثاني وهو على روح الميت. فأين الدليل الذي يدل على فضيلة قراءتها على روح الميت؟ فإن دليل الأصل للأصل، ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج إلى دليل آخر. فإياكم أن تخلطوا بين وصف الشيء وبين أصله، فإن من الناس من يزعم أن الأصل إذا كان مشروعا فله أن يعتقد فضيلته في أي زمان شاء، وله أن يعتقد فضيلة فعله في أي مكان شاء، وهذا خطأ. فاعتقاد الأفضلية شيء زائد على مشروعية الأصل. فلا حق لك أن تأتي إلى آية أو سورة من القرآن وتعتقد فضيلة قراءتها في زمان دون زمان، أو تعتقد فضيلة قراءتها في مكان دون مكان، إلا وعلى ذلك الاعتقاد دليل من الشرع. فالذي يخلط بين الأصل والوصف يقع في هذا المزلق. فإذا تبين لكم أن قراءة الفاتحة هذا أصل، على روح الميت هذا وصف، فنحن نطلب دليلا على الوصف، ولا حق له أن يستدل على وصفه البدعي بأصله الشرعي، فإن دليل الأصل للأصل، ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج إلى دليل. مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. احفظوها حتى يكون ردكم قويا محكما دقيقا. والسلام عليكم.